السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة طقطق ومشمش. بنسلم على كل أصحابنا وأصحاب القناة. عاملين إيه؟ أخباركم؟ يا رب دايما تكونوا كلكم بخير وتكونوا كلكم كويسين. متشكرة جدا على تعليقاتكم الحلوة اللي بتديني دفعة دايما لقدام. وطبعا أنا مش محتاجة أشكركم، يعني أنتوا بجد والله بتكسفوني بذوقكم والتعليقات الحلوة كلها بتاعتكم. النهاردة بقى أنا عاملة النهاردة حاجة سهلة خالص زي ما اتكتب لي في التعليقات. ناس كتير بعتت وقالت يا طقطق يا مش عايزين تعمل لنا كرومب بطريقه سهله وخفيفه جدا. طبعا انا كنت موعداكم ان انا هوريكم الكرومبايه قبل ما تتسلق وهي بتتسلق ازاي. كنت موعداكم بحاجات كتير بس معلش بقى، حصل ظرف الصبح الكهرباء قطعت فاضطريت اسلق الكرومبايه وما قدرتش اصورها لكم، بس هوريكم دلوقتي هتقطعوا الكرومبايه ازاي بطريقه سهله وخفيفه جدا. بصوا، اول حاجه بعد ما انا بجيب الكرومبايه بقطع الورق كل واحده لوحدها. ماشي، بمسك كده اهو العروق دي كده، بروح ماسكاها ولفه الورق كده على بعضه كده. اول واحده كده اهو، بروح جايه مقطعه كده على حسب الحجم اللي انا عايزاه. عايزه كبير، عايزه صغير، عايزه اصغر من كده كمان موجود. انا بقطع على حسب مقاس ايدي انا بيريحني ايه في التقطيع. بص طبعا انا ما برميش دول العروق دي، انا ما برميهاش. بعمل ايه وانا بقطع كده الكرنب؟ بركنها على جنب وبخليها كلها، وفي الاخر خالص بروح واخداها وحطها في قعر الحله. ليه؟ علشان ما تلزقش معايا الكرنب. لو يعني بعد الشر الكرنب ما خدتش بالي منه وابتدى يلزق شويه، يلزق العروق دي مش الورق نفسه. بس اهو بصوا، تقطيعه سهله جدا. هوريكم طبعا برضو طريقه اسهل من كده كمان. اهو بصوا الورقه اهي مفروده كلها. طبعا وانا بسلق الكرنب بحط ايه؟ بحط كمون وبحط نعناع في الميه بتاعه السلق. اهو بصوا اهي بعد ما اتفردت كلها كده اهي، بروح لفاها كده، جايباها كده مقوصاها شويه اهو، واروح واخداها من تحت كده اهو كده، واروح لفاها كده اهو بالطريقه دي كده. اول واحده دي عشان بتبقى تبع العروق ما باخدهاش، ببتدي اخد من اول تاني قطع اهو كده 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 اهي. بالهنا والشفا عليكم كلكم وعلى كل طبعا اللي يجي يطلب من طقطق ومشمش. انا بعمل كل الحاجات دي عشان في رمضان اللي عايز حاجه اكل او اي حاجه انا عينيا الاتنين ليه. اي حد يكتب لي في التعليقات نفسه ياكل حاجه معينه وانا يبعت لي بس اللوكيشن بتاع المكان وانا عينيا الاتنين ليه هبعتها له من غير اي حاجه على طول. اهو بصوا، باكد برضو يا اصدقائنا ان احنا كل اللي نفسه في حاجه، رمضان داخل علينا كل سنه وانتم طيبين. ماشي، باكد عليكم اهو، كل اللي نفسه في حاجه في رمضان عزايم اي حاجه يبعت وانا عينيا الاتنين ليه. اهو كده اهو، بص بقطع الورق كده على حسب ايدي انا عايزاها ازاي اهي، واللفه بتطلع بلفتها كده اهو. ماشي، دي اول حاجه. اقطع الكام ورقيه دول معاكم. تنسونيش في التعليقات الحلوه بتاعتكم والكومنتات واللايك الحلو بتاعكم. كل اصحابي بيتفرجوا على الفيديو وما بيحطوش اللايك الحلو بتاعهم. طقطق دايما بيستنى اللايكات الحلوه بتاعتكم اهو. شوف سهله ازاي، خفيفه جدا، ما ناخدش من الورق كتير اهو. بصوا ما ناخدش منها كتير خالص اهي كده. طقطق بيأكد عليكم كل اللي عايز اكل يبعت على التعليقات وانا عينيا الاتنين ليه. عزايم اي حاجه انا ما عنديش اي مشكله، يبعت اللوكيشن بالظبط فين ويقول هو عايز ايه وانا عينيا الاتنين ليه، ويستلم مني الاكل على التسخين على طول. يعني هبعت الاكل كمان مستوي يا دوبك يتسخن بس
اهو. ماشي. طبعا العروق دي كلها انا مش برميها، بحطها في قعر الحله اهي. هعمل معاكم تخديعه برضو سهله وبسيطه جدا، بس بعد ما اوريكم الورق ده. بصوا اللفه طلعت بلفتها ازاي اهي. اهي بصوا كده اهو. كده هحشي بقى الصوابع كده على طول. ابتدي اقطع على قد حجم ايدي، انا عايزه الورقه قد ايه. مثلا لقيت في النص وانا بقطع ورقه مقطعه زي كده، هرميها مثلا؟ لا، برضو هروح واخداها على ايدي كده اهو. كده اهو. واروح حاطه عليها ورقه تانية صغننه زيها. شوف لها ورقه صغيره كده اهي. اكمل بيها كده وابتدي احشيها برضو. مفيش حاجه عندنا بتقف. طبعا انتوا شاطرين جدا ومش محتاجه اقول لكم يعني. اهو. اهم حاجه في ميه السلق النعناع. بصوا النعناع ريحته فظيعه بجد. النعناع بيدي للكرنب ريحه حلوه قوي. ماشي اهو. كده على طول اهو. نقطع ونحشي على طول. بألف هنا وشفا عليكم اهو. بصوا حاجه جميله. الكرنب اصلا اليومين دول في الشتاء بيبقى حلو قوي. ماشي. ادي الكرنب. الرز كيلو رز، انا جايبه كيلو رز بالظبط، عشان عامله جنب الكرنب عامله جنبه بتنجان. ده كيلو رز. ماشي. وايه تاني؟ والخضره 3 حزم خضره. ماشي. ودي معلقتين 3 صلصه، يعني مش معلقه واحده بالظبط، يعني من معلقتين ل3 صلصه. انا بحب احط شويه صلصه في الكرنب. وده بالظبط كيلو قوطه. انا بحب برضو القوطه والخضره تبقى كتير في الكرنب زي الممبار، بس الممبار ني في ني، لكن الكرنب ده مسبك. هنرجع بقى على البوتاجاز واوريكم انا مقطعه قد ايه بصل. مقطعه بالظبط يعني ايه، مثلا 3 بصلات كبار. ماشي. 3 بصلات اهم كبار مقطعاهم اهم. ماشي. حاطه ايه في البصل؟ حاطه معلقه سمنه ومعلقتين زيت. انا بحب الزيت شويه زياده في المحشي عشان هو اللي بيديله لمعه، مش السمنه. لا، الزيت. الزيت في البصل بيديله لمعه حلوه، وفي المحشي بيديله لمعه، بيخلي المحشي كده بيلمع. ماشي اهو كده. استنى بس لما البصل تدبل شويه كده معايا، وبعد ما تدبل هعمل ايه؟ هروح حاطه عليها القوطه على طول، نازله عليها بالقوطه. وانا بنزل بالقوطه هنزل بشويه فلفل اسود وشويه ملح، حبه كمون، عشان الكرنب زي البتنجان بياخد كمون. تمام. تمام. وطبعا بقرص الماجي بتاعي. ماشي. وسنه السكر بتاعتي اللي انا بحطها، اللي انا عودتكم عليها برضو. ماشي. وايه تاني؟ وشويه نعناع ناشفين ببشرهم كده عشان بيدي ريحه حلوه قوي للمحشي. النعناع ده فعلا بيدي ريحه حلوه قوي 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 للمحشي. ماشي اهو. تدبل بس شويه. ما رضيتش طبعا اعمل التخديعه من غير ما اوريها لكم، لازم تشوفوها معايا اهي. طقطق دايما معودكم على الحاجات السهله الخفيفه اللي بتتعمل بسرعه جدا. ماشي اهي. اول ما تدبل هننزل بالقوطه والصلصه والتوابل اللي قلت لكم عليها كلها. تمام. ماشي. عشان ما ايه، ما نطولش عليكم. طبعا التعليقات الحلوه بتاعتكم بجد بجد يعني والله مبسوطه بيها كلها. شكرا جدا على ذوقكم كلكم، وانا برد على كل التعليقات اللي انتوا بتبعتوها لي. مفيش تعليقات ما بردش عليها. بشكركم كلكم على ذوقكم وعلى الدفعه اللي انتوا بتديها لي لقدام. وباكد عليكم برضو كل اللي نفسه في حاجه يقول في الكومنتات هو نفسه في ايه، وطقطق انا عينيا الاثنين ليه، ما عنديش اي مشكله اعملها له. عايزه عزايم، افراح، اي حاجه، حرفيا ما عنديش اي مشكله اعمل كل حاجه اللي انتوا عايزينها، والاكل يوصل على التسخين على طول اهو. بصوا زي ما قلت لكم انا ما بحبش احط سمنه كتير وزيت كتير في الاكل. بحب دايما الحاجه تبقى خفيفه، يعني الولاد وهم بياكلوها ما تبقاش ايه مدهننه وتقيله عليهم. لا لا، حاجه تبقى خفيفه كده تطلع بألف هنا وشفا حلوه. بصوا البصل ابتدت تدبل ازاي اهي. ابتدت تدبل شويه.
اهي ابتدت تدبل معانا اهي شويه، تدبل شويه كده نقلبها. طبعا انا ساعات بحط ملح دلوقتي وهي بتدبل كده، يعني بحط سنه ملح مش دايما، ساعات بحط وساعات لا، بس يعني ايه قلت خلاص هي دلوقتي ماشي احط ماشي دلوقتي بس. ماشي اهي كده نتفرج عليها كده وتبقى خفيفه بألف هنا وشفا عليك. ما بحط سنه الملح دلوقتي مع البصل بتخلي البصل تدبل بسرعه، ماشي، مش عشان حاجه يعني بتخليها بس تدبل بسرعه معايا، فانا عادي عايزاها تدبل او مش عايزاها تدبل براحتي، هي كده كده اصلا اول ما هتدبل هنزل عليها بالقوطه والتوابل اللي قلت لكم عليها كلها بسرعه بسرعه، وتاخد غلوتين تنشف شويه من الميه اللي فيها. انا كده كده ما بزودش الميه في القوطه عشان تطلع حلوه، بس غلوتين تنشف منها الميه وابتدي احشي بقى بس. في ناس بتحط المحشي البصل على القوطه على الخضره على الرز كله ني زي الممبار، حلو برضو مش وحش، بس انا بحب اخلي كل حاجه ليها طعمها، يعني احب اخلي الممبار ليه طعم والمحشي ليه طعم تاني. زي ما عودتكم الممبار ني في ني، المحشي لا بخدع له القوطه وبخدع له كل حاجه كده زي ما انتم شايفين كده معايا. حاجات كلها سهله وخفيفه. البنات الحلوين كلهم اللي لسه عرايس جداد شايفين ان المحشي هيبقى صعب عليهم، طقطق ومش عامل لهم محشي بطريقه سهله وخفيفه جدا. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب السنه الجديده تكون سنه سعيده علينا وعليكم وعلى كل الناس يا رب. وكل الناس تكتب لي في الكومنتات ايه اللي كان نفسه تحققه في السنه الجديد السنه اللي فاتت وحققته الحمد لله. انا برضو هقول لكم انا كان نفسي احقق ايه وحققته الحمد لله. بصراحه كان نفسي اسافر وسافرت، يعني كان نفسي اسافر قوي، فالحمد لله ربنا كرمني وسافرت. ان شاء الله السنه الجايه يا رب كده باذن الله اروح اعمل عمره، وده برضو ايه من مخططاتي في السنه الجديده. كل اللي حقق حاجه في السنه اللي فاتت يا ريت يكتبها لي عشان ابقى ايه مبسوطه معاكم زي ما انا ببسطكم كده وبشارككم اللحظات الحلوه بتاعتي. اهو بس كده هنلف بقى وكده وايه وناخد القوطه، ننزل بالقوطه كده اهي اهي القوطه اهي. ننزل بشويه كمان، انا بحب المحشي يبقى فيه قوطه زياده، بحب القوطه كده في المحشي اما بتبقى كتير بتديله تيست حلو قوي اهي. طبعا هنزل بالصلصه اللي انا جايباها كلها اهي. الصلصه دي بقى بتخلي المحشي لونه حلو، تخلي لونه حلو جدا كده. ساعات ما بيبقاش عندي برطمانات صلصه بحط كيس خلاص اللي موجود، مفيش حاجه بنقف عليها، يعني ما بنقفش نقول لا ايه ده انا ما عنديش طب انا مش هعمل ايه ده طب انا ما جبتش لازم اجيب، لا خالص اللي موجود. بصوا كمون قد ايه اهو، نص معلقه كمون ماشي. شطه دي الاختياري بقى، اللي ايه اللي بيحب الشطه يحط شطه، نص فلفل، اللي بيحب الشطه يحط شطه اللي هو اللي بيحبها يعني، اللي ما بيحب الشطه خلاص. سنه سكر دي كتير، سنه صغيره كده من السكر اهي ماشي.
اوريكم بقى النعناع بتاعي الناشف. شويه نعناع. بصوا انا بفركه كده، بس هو لسه يعني لسه كنت غسلاه فما لحقش ينشف مني، بس انا بحب احط نعناع كده في الايه، في التغذيه بتاعه المحشي اهو. بصوا كده، هو طبعا المفروض يبقى انشف من كده عشان ايه، يتبشر معايا، بس مش مشكله برضه، هو كده هيدي تيست وريحه حلوه جدا اهو كده. اوعوا تحطوا ملح في الكرنب وهو بيتسلق. الكرنب وهو بيتسلق ما بيتحطلوش ملح، بيتحط له ايه زي ما قلنا، كمون، كمون وبتاع ده ونعناع وبس، ما بنحطش ملح خالص في الكرنب وهو بيتسلق. ماشي، بس كده اهو. نسيبها بس كده ايه، تاخد بالظبط غلوتين. بعد الغلوتين نطفي عليها تكون اتسبكت شويه ونبتدي نحشي اهو كده. بصوا اهو، دي بقى ما بنحطش عليها ميه خلاص، احنا بنستكفى ان هي تطير الميه اللي فيها. ماشي، بصوا ابتدت تغلي معايا اهي، عشان ناخد الميه اللي فيها تنشف ونبتدي نحشيها. ماشي اهي، تغلي بس شويه تنشف كل الميه اللي فيها. اول ما الميه دي بتنشف خلاص بنبتدي بقى ايه، نحضر الخلطه ونبتدي نحشي. دلوقتي بقى انا هسيبكم. ماشي اهي، انا وريتكم التخديعه اهي سهله، مش هتاخد 10 دقايق على النار. هسيبكم بقى انا دلوقتي وارجع لكم تاني وانا بحشي الكرنب. هحشي شويه قدامكم عشان تشوفوا الطريقه سهله ازاي وخفيفه ازاي في حشو الكرنب. ماشي، ما تنسونيش في اللايك الحلو بتاعكم. مع السلامه كلكم. رجعت لكم تاني بعد ما التخديعه اتعملت زي ما وعدتكم. بصوا ما اخدتش حرفيا على النار 10 دقايق بالظبط. وده العروق اللي كانت طلعت من الكرنب، قطعتها كلها قطع وحطيتها في قعر الحله. انا الحله دي بحبها جدا في المحشي جدا. طبعا عندي حلل تانية كتير، بس اكتر حله بحب اعمل فيها محشي هي الحله دي. هوريكم بقى بطريقه سهله جدا ازاي نحشي الكرنب وسريعا اهو كده. ماشي اهو، بصوا كده، ما نبططش الصوابع، الصوابع تطلع ملفوفة معانا كده زي ما هي اهي كده. ماشي اهو، شوية رز صغيرين، خضرة بصوا كتير حلوة ازاي، والقوطة والرز بيلمعوا بسبب ايه، بسبب شوية الزيت الزيادة اللي احنا حطيناهم، اللي انتوا شفتوهم معايا. ما حطيتش سمنة كتير قد ما حطيت زيت اكتر. ليه؟ عشان تبقى بتدي لمعة معايا زي ما انتوا شايفين كده اهي. اهي كده. طبعا باكد عليكم كل اللي بيتفرج على الفيديو يكتب لي رايه ايه في اللي انا بعمله ونفسه يشوفني اعمل له ايه، وانا عينيا الاتنين ليكم هعمله لكم من غير اي مناقشه. اللي نفسه في اي حاجه يكتبها وانا هعملها. واللي برضو باكد تاني، العزايم والناس اللي عايزه تعزم حد وطالبه اكل من طقطق ومشمش تبعت لي بس رقم تليفونها وانا هتواصل معاهم، وهعمل كل اللي هم طالبينه، والتوصيل يوصل الأكل سخن على طول. يعني يا دوبك الأكل بس بيتسخن، ده إذا ما كانش كمان هو سخن أهو كده. بصوا سهل إزاي، لف الكرنب سهل جدا أهو. الصوابع تطلع من الحلة بصوابعها، تاكلوها بألف هنا وشفا كده. كده
بصوا بلف بسرعه اهو قدامكم عشان ما اعطلكوش معايا. سهله جدا اهي، الحاجات كلها سهله وخفيفه. مفيش اسهل من كده. نفسي بقى اعمل معاكم الترند اللي نازل جديد، اني اقلب الحله يعني الحله تبقى تحت والصينيه اروح مش هقلبها كده، بس مش هعرف بصراحه. كان نفسي اقول لكم ان انا شطوره وهعرف اعملها، بس مش هعرف. انتوا طبعا اشطر مني، كل اللي يعرف يعملها يبعتها لي يوريني عملها ازاي. نازل ترند جديد، تقلب الحله وهي في الصينيه، فانا والله نفسي اعملها بس مش هجازف بصراحه. مش هجازف عشان مش هتطلع معايا مظبوطه. ممكن اقلب طاسه البيض عادي، انا بعرف، انا شطوره بقلب طاسه البيض يعني بسهوله. لكن المحشي بصراحه مش هجازف فيه. اهو بصوا سهل وسريع ازاي اهو. طبعا انتوا اسرع واشطر مني وانا عارفه والله كل ده، وطبعا مش محتاجه يعني او اشوف انتوا بتعملوا ايه. انا عارفه، انا عارفه ان انتوا اشطر مني بكتير جدا. كلكم اشطر مني كلكم. بس انا ايه يعني بحاول اديكم خبرتي الصغيره قوي اللي انا اتعلمتها، بحاول انقلها لكم، مع ان انتوا طبعا اشطر يعني. بس ما فيش مشكله، ادينا كلنا بنتعلم من بعض. زي ما قلت لكم قبل كده، احنا كلنا بنتعلم من بعض. انتوا بتتعلموا مني وانا بتعلم منكم، كلنا بنتعلم من بعض. اهو كده اهو. بس كده. طبعا انا لو وقفت احشي معاكم الحله كلها هاخد منكم وقت كبير جدا. بس انا طبعا قبل ما اقفل معاكم دلوقتي بقول لكم ما تنسونيش في اللايكات الحلوه بتاعتكم والتعليقات الحلوه، عشان كل اصحابي اللي بيتفرجوا على القناه طاطا مش بيحطوا لي لايك، وانا بزعل. انا بزعل من اللايكات اللي ما بتتحطش. تعليقاتكم طبعا جميله وبتفرحني كلها، بس مع التعليقات الحلوه دي كلها اللي بتشكروني فيها وبجد ببقى مبسوطه بكلامكم اللي بيدعمني ده، عايزه لايكات حلوه معاها. ماشي، هستأذنكم انا بقى، هكمل المحشي بسرعه كده وهرجع لكم تاني ان شاء الله لما المحشي يستوي. هنشوفه مع بعض طالع عامل ازاي. ماشي، ما تنسونيش في اللايك. الحمد لله وبركاته من قناه طاطا ومشمش، بنسلم عليكم كلكم، نقول لكم المحشي اهو استوى. يلا كلنا بالف هنا وشفا عليكم وعلينا. ادي البتنجان وادي الكرنب. ما رضيتش اغرف المحشي لما تبقوا معايا على الفيديو. نفسي طبعا هتجنن واعمل لكم الشغل نازل، بس والله نفسي مش هقدر. مش هقدر، هيقع كله مني. المحشي كله هيتقلب مني لو حاولت اعمل الشغل اللي انتوا عارفينه. بس اهو بصوا طلع جميل ازاي البتنجان. يلا كله يجي، كل اصدقاء طاطا ومشمش يلا يجوا، احنا مستنيينكم على الغدا. ومش كلام والله، زي ما قلت لكم قبل كده، طاطا مش بيعزم بس بكلام، احنا مستنيينكم حرفيا على الغدا. يلا بقى نبص على الكرنب مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يطلع حلو. الله، هو طلع حلو بس عشان انتوا معانا على الفيديو، عشان معانا في القناه بتاعت طاطا ومشمش بس. لكن لو انتوا مش معانا ما كانش المحشي هيطلع حلو. احلى حاجه ان انتوا موجودين معانا اهو. بصوا، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركه بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. يلا كل اصدقاء طاطا ومشمش يلا مستنيينكم بسرعه. يلا كله يلا يجي. يلا المحشي سخن اهو، الجو ساقعه اهو. مستنيينكم كلكم تيجوا تتغدوا معانا بألف هنا وشفا علينا وعليكم. كل اصدقاء طاطا ومشمش بيسلموا علينا واحنا كمان بنسلم عليهم. دول العيله الصغيره، احنا عيلتنا صغيره بس هم عيله كبيره. ماشي، فاحنا طبعا ايه اهو طالعين معاكم عشان نوريكم المحشي وجماله وسهل قد ايه. بصوا سخن ازاي. يلا كلنا يجي، كله يجي. يلا احنا مستنيينكم، كلنا مستنيينكم على الغدا. كلنا مستنيينكم النهارده على الغدا. بنسلم عليكم كلكم، بنقول لكم يلا تعالوا اتغدوا معانا بألف هنا وشفا. احنا دلوقتي هنسلم عليكم، هنتغدى احنا بقى. خد يا طاطا خلي بالك، هنتغدى احنا بقى وبنقول لكم تعالوا اتغدوا معانا. وطبعا بنأكد عليكم تاني ان اي حد عايز يعمل اي عزايم احنا ما عندناش اي مشكله. ادي الاكل طلع قدامكم اهو،
مع السلامه، وما تنسونيش في اللايك الحلو بتاعكم.